مسلمات ومتبرجات وراقصات ويبكن بعد. ليش؟ والله مو من حق البنية يكون إلها مطرب. ليش اليوم اكو بنية ما تسمع غناء؟ كل البنات تسمع. للأسف هاي الأصوات وهاي التبريرات اللي سمعناها. شنو ردة فعل شامي إذا شاف إنه العراقيين يستهزئون لأن يبكون عليه؟ ليش ما يبكون عليه؟ رجال فنان أخذ صدى أكثر بالأطفال. محمد هل لهذا جئت تسعى؟ وهل لك ينتمي همج رعاع؟ أإسلام وتغلبهم يهود وأساد وتأكلهم ضباع؟ كل هاي الأصوات ما تهمني، يهمني صوت واحد اللي كان دائما يقول لا لزواج القاصرات. أطفال لا تظلموهن، لا تجيبون شرع الله ودين رسول الله وتطبقوا عليهم. هذاك زمن جاهلية وانتم زمن التحضر. يعني هذا الوضع اليوم انتم ما شفتوه. انتم اللي تهتمون بالقاصرات. هاي البنات اليوم اللي يبكن واللي بحضن فلان ومطرب فلان، هذا المشهد شفتوه؟ اي شفتوه. بس هذا الوضع يعجبكم لأن أنتم هي هاي الحرية اللي تردوها. المرأة من نقول إحنا تكون ببيت وتكون عز زوجها وهذا فراغها العاطفي والروحي يكون يم زوجها، لا. بس من يكون يم المطرب ويكون يم فلان ويكون يم الأجنبي حلال، ماكو مشكلة. ولا المحاميات اللي كانوا نازات بالشوارع، وين هذول اللي راحوا؟ وكل هاي الأصوات وين راحت؟ هذني بنات قاصرات. إحنا من كنا نقول يكون تحت بيت، تحت سقف شرعي يحميها من هذا ومن هذاك ومن الأمور كلها. ما عجبكم، لكن هذا الفعل يعجبكم لأن أنتم بنظركم هاي حرية، من حقها البنية تتبرج، تطلع، ترقص بالشارع بمختلط عادي. وين المشكلة؟ لكن بنقول إحنا تكون متزوجة، لا لا لا، هنا يكون أكو ظلم للمرأة. كل البلد تتقدم ما عدا العراق، مع الاسف العراق يرجع لي ورا. المرأة وتقصيها اقصاء تام. وين حقي اني؟ وين حريتي اني؟ شنو طيب فللاسف هاي الثقافة الغربية اللا إسلامية تردون تدخلوها بمجتمعاتنا. يوميا مسوي لكم حفلة، ساعة بالناصرية، ساعة بالبصرة، ساعة ببغداد. سنوات من الجهد، من العمامة، من الحوزة، من العلماء، حتى نحافظ على قيم وأخلاق ومبادئ هذا المجتمع. أنتم تجون تردون بليلة ويوم تمحون. راح تقول لي أنتم أصلا طلعتونا من الإسلام. أقول لك لا، أنت جاي تطلع نفسك. أنت اليوم مسلم، أي مسلم. أنت اليوم عايش بهاي الأرض مسلم. زين وين أكو مسلم اليوم متبرج؟ وين أكو مسلم اليوم يدق ويرقص؟ وين أكو مسلم عنده حفلات؟ بس قل لي بزمن رسول الله وين أكو مسلم تصدر منه هاي الأفعال؟ فأنا ما أريدك تعيش مثل ما أنا أريد، ولا أنا أريد أعيش مثل ما أنت تريد. لكن أنا أقول لك اليوم إحنا بأرض مقدسة، أنا وياك نعيش بما يرضي الله. هاي الأرض أرض الأنبياء والأوصياء والأئمة عليهم السلام، أرض الشهداء. هاي الآلاف من الشهداء بهاي الأرض المقدسة راحت على مود شنو؟ على مود أنت أو أنت تجي اليوم تجيب أفكارك الشخصية تريد اليوم تعيش حسب رأيك؟ أكيد لا. واللي اليوم البلاء اللي ينزل ما ينزل على راسك أنت، ينزل على راس أهل البلدة كلهم. فلذلك يا أخواني كون نحترم مبادئنا ونحترم قيمنا ونحترم انتمائنا كمسلمين. اليوم ما لك علاقة. شوف هذا الفعل يطابق الإسلام أو ما يطابقه، خلاص لا تقول العمامة ولا تقول فلان ولا تقول أنتم مقيدين وأنتم ما تردون نعيش بحرية. لا، أقول لك شوف الفعل يرضي الله أو ما يرضي الله. الحجاب يعني هو ستر للنساء وهم الجمال. يعني احلى من البنية المو محجبة، يعني تطلع ما حلوة البنية المو محجبة، يروح الجمال مالتها. اخذي بايدي يم الحسين، ضايع جيت وحزنك وطل، طالب حنانيك يا زهراء من كل خوف بهذا الزمن.